نستفتح بالذي هو خير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. مهما ضاقت بك الدنيا وأوحلت وباتت كل الأسباب أمامك مغلقة وظننت أنه لا أمل في شيء في هذه الحياة، عندما تقوم بأي عمل يفشل ولا تستطيع المواصلة، النجاح أصبح مستحيلا والأمل أصبح مفقودا وليس موجودا. تحدث نفسك مرارا وتكرارا: ما هي الحلول وما هي السبل؟ توقف لو سمحت لحظة، اسأل نفسك ماذا بينك وبين الله حتى ترى هذه الدنيا بهذه الطريقة؟ هل تتاجر مع الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة أم تترك نفسك للأوهام وتعيش في الخيال؟ قدر ما تستطيع تاجر مع الله بوصفة مجربة ليس شاقة عليك. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. الاستغفار يفتح الأقفال ويشرح البال ويكثر المال ويصلح الحال. قم قم في وقت السحر قبل الفجر، وقت الظلمة الداكنة، واستغفر ربك. قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار والله ستحقق حلمك إن كان مستحيلا.